انا جايه بقى النهارده بفيديو خطير وبوصفه خطيره. مش قادره احكي لك على جمالها، انتي لازم تجربيها. هنعمل النهارده مع بعض طاجن البسله في الفرن. عايزه اقولك احلى ما بناكله في اكبر المحلات وفي اكبر المطاعم، بدون حلفان. احلى ما بناكله من بره 100 مره. وفي تركه بسيطه جدا هقولك عليها، ده سر من اسراري ومن اسرار مطبخي، وانا مش هخبي عليكي حاجه. انا جايبه يا ستي كيلو دهن من الجزار. كل ما بروح اشتري لحمه في اول الشهر بشتري معاه نص كيلو او كيلو دهن. بقول اديله كيلو دهن ينفع يتسيح في البيت ويدي طعم حلو للاكل. غسلته في مصفى وصفيته، ومحضره ايه بقى، كيلو الا ربع لبن او كيلو لبن ونص معلقه صغيره ملح. طبعا انا غسلت الدهن كويس في مصفى، مطرح الجزار، مطرح السكينه، مطرح البورد اللي بيقطع عليها، طبعا لازم اغسله. وسبته في مصفى كده يتصفى ساعه تقريبا، وهبتدي اقطعه تاني. هو مقطعه لي قطع كبيره، انا عايزاه اقطعه قطع صغيره عشان اسيحه وهطبخ بيه. اكبر المحلات واكبر المطاعم واشهر المطاعم بيطبخوا بالدهن يا جماعه، وده كلام الجزار ليا. بعد كده هنزل عليه بقى بشويه ملح واللبن، من كيلو الا ربع الكيلو لبن. هقلب كده الدهن ده مع اللبن ومع الملح. ممكن كمان تحطي شويه زيت، ربع كوبايه زيت مثلا، وهرفعه على نار متوسطه لحد ما يغلي. اول ما يغلي هوطي عليه وهدي عليه خالص زي الرز. هو هنا ابتدى يغلي واللبن فار، سهيت عنه. هتلاقي كده اللبن فار على البوتاجاز. ما حبيتش انضف البوتاجاز قبل ما اوريهولك، قلت اوريهولك الاول عشان تخلي بالك. كنت مولعه الطماطم بسبكها للبسله. خلي بالك اللبن طبعا بيفور، فانت ما تغطيش الحله وانت بتسيحي الدهن عشان فيها لبن، وخليكي متابعاها على نار هاديه جدا. اول ما بيغلي بهدي عليه جدا زي الرز، واسيبه بقى وافضل رايحه جايه كده اقلب فيه لحد ما يوصل للشكل ده كده. هتلاقي بقى ابتدى يسيح كده ويسلى والدهن ابتدى يصفر بالشكل ده. هو كده خلاص يعتبر جاهز معايا. هصفيه وهشتغل منه، هيبقى جاهز عندي. احلى من اللية واحلى من كل حاجه. ملهوش طعم زي اللية على فكره، اللية اللي لها طعم جامد، انما طعمه ما بيبانش بالاكل اصلا. محضره كيلو بسله، فرطته وغسلته، وهستخدم معاه من جزرتين لثلاث جزرات. وكيلو البسله بياخد تقريبا من كيلو لكيلو وربع طماطم حمراء. هتستخدمي الكيلو البسله من كيلو او كيلو وربع طماطم تكون حمراء، وبصلايه كبيره. بقولك على المقادير عشان لو مبتدئه، لو اي حد فتح الفيديو وهو مبتدئ يبقى يعرف هيعمل ايه. تمام. يبقى محضره البسله، غسلتها فصصتها الاول وغسلتها في مصفى. ومحضره الجزر. عايزه اقولك حاجه، انا ما بسويش الجزر مع البسله. هقولك على تركه مهمه تعمليها وحلوه جدا هتفرق معاكي. كيلو البسله قلتلك بياخد من جزرين لتلاتة. اما تيجي تشتري الجزر بقى، ما تشتريش الجزر اللي لونه اصفر فاتح بالشكل ده كده. الجزر ده مش انا اللي جايباه، لا، انت تشتري الجزر يكون غامق شويه. بصوا الجزر اللي انا هستخدمه ده لونه اصفر، تحسي ان هو اصفر. ده كان مسخ جدا ومش مسكر خالص. بس مش انا بقى اللي جبته، ابني الصغير اللي اشتراه. اما تيجي تشتري الجزر، نقي الجزر يكون القشره بتاعته غامقه، لون الاورانج كده شبه البرتقال واليوستفندي، عشان يبقى مسكر وجميل، وده الموسم بتاعه اصلا. قطعت على قد الجزر اللي انا محتاجاه بس. والطماطم هعمل فيها ايه؟ ما دي تحضيرات الاكله الاول، ما انا بحضر حاجه الاكل الاول قبل ما اخش المطبخ اطبخ. طبعا الدهن ولعت عليه، والطماطم غسلتها وهقطعها كده وولع عليها تتسبك على النار متوسطه مع المتابعه المستمره لحد لما تتسبك معايا. ولما تتسبك هعملها في الخلاط او في الكبة، وبعد كده اصفيها عشان استخدمها. نيجي بقى للبسلة الجميلة بتاعتنا وطاجن البسلة اللي بيغسلني من جوه. حلة على النار، محضرة فيها ايه بقى، نزلت بايه، ربع كوباية زيت ومعلقتين كبار من الدهن اللي انا مسيحاه لسه معاكم دلوقتي. طبعا انا صفيته بمصفى وسبته لما برد وابتديت استخدمه. صفيته من الدهن وخدت بقى اللي هو الصافي منه بقى. ده فكرة بيبقى طعمه جنب، بيدي طعم تحفة للأكل، مش قادرة أقولك. وعلى فكرة طعمه مش قوي زي اللية، مش بيعمل طعم قوي ولا الولاد هيقولولك انت عاملة الأكل بليه ولا الكلام ده خالص. هو له طعم جميل بس مش طعم اللية.
عشان في ناس كتير ما بتحبش اللية. نزلت ببصلايه مفرومه فرم ناعم وعليها شويه كده فلفل اسود، وهبتدي اشوحها مع الماده الدهنيه الزيت، ومع اللي هي اللي انا قلت لكم عليها. البصلايه اصفرت، نزلت بقى بمكعب مرق، ونزلت بالبسله. عايزه اشوح البسله كده واقلبها، يعني قيمه 5 دقايق كده تقريبا، تاخد تشويحه حلوه جدا وتاخد طعم، وبتبقى طعمها تحفه. على فكره اسراري كلها بقولها في فيديوهاتي، بخبيش عليكي حاجه ابدا. متستخسريش بقى فيا اللايك والاشتراك في القناه. شوحتها تشويحه حلوه، هنزل بمعلقه صغيره هريسه شطه، ودي برضو اضافه من عندي، بقى جربيها، بتدي طعم حلو جدا وتسكيره حلوه جدا لطاجن البسله بتاعي. برضو بقلب كده وبشوح. عايزه البسله تدخل في السوا. الجزر ما بحطوش غير في اخر غلوه، بس ان الجزر ما بياخدش سوا اطلاقا. اهريه ليه واحطه مع البسله ليه؟ اسراري كلها بقولها لك والله. بس يا ستي قلبت وشوحت كده البسله مع مكعب المرق والبصلايه وشويه الفلفل الاسود وهرست الشطه. كانت الطماطم اتسبكت معايا طبعا، وصفتها بالخلاط فرمتها في الخلاط، وبعد كده صفيتها بمصفى ونزلت بيها على البسله. في الوقت ده بقى لازم اغطي البسله واسيبها تتسبك، دي خطوه مهمه جدا. اغطيها واسيبها 5 دقايق 7 دقايق كده تتسبك وتأثر مع بعضها، علشان تبقى خطير، ما تبقاش ميعه كده ومصلصله. لا، انا وريتها لك في اول الفيديو، مش ميعه ولا ميه ولا اي حاجه، متسبكه تمام. وعلى فكره مش تقيله ولا حاجه، لان انا مش مغمقه البصله. البسله خلاص قربت تستوي، هنزل بقى بكوبايه ميه وبالجزر كده، هي فاضل لها غلوه واحده بس، والجزر مش محتاج اكتر من الغلوه دي. يبقى نزلت دلوقتي بالميه وبالجزر، هي فاضل لها غلوه بس، ونص معلقه صغيره ملح، عشان انا حاطه مكعب مرق، والمكعب طبعا فيه ملح. تمام يا ست الكل. هي فاضل لها غلوه واحده بس، هغطيها واسيبها تغلي غلوه واحده. هي كده خلاص تمام، ولا محتاجه لحمه ولا محتاجه فراخ ولا محتاجه شوربه ولا محتاجه اي حاجه من اكلات اخر الشهر بقى الجميله بتاعتنا. صرفي نفسك. خلاص هي كده خدت الغلوه بتاعتها، البسله خلاص استوت سوا كامل، والجزر خلاص غلوته واستوى. بص بقى الجمال والروعه، قوامها مظبوط جدا والصلصه مظبوطه، مش عايزه اقولك قد ايه. في الوقت ده بقى ولعت الشوايه بتاعه الفرن، الشوايه من فوق. هنزل بالبسله الجميله بتاعتي في الطاجن وادخله تحت الشوايه 10 دقايق بقى كده، إيه يأثر كده مع بعضه، وتلاقي بقى ايه الطعم بقى احلى واحلى، كانوا ياخد وش كده جميل من فوق زي ما وريتهولك في اول الفيديو. في الوقت ده بقى كنت عامله رز بالشعريه عشان اقدمه طبعا مع البسله. يعني الاكله دي على فكره ما خدتش وقت خالص، بس انا كان لازم فيه تحضيرات مهمه اقولك عليها في الاول. من قبل ما بنخشش نعمل المطبخ، نخش المطبخ كده على طول، ما لازم فيه تحضيرات بنحضرها الاول. ما انا قعدت نقيت الرز وغسلت الطماطم وفصصت البسله وقطعت الجزر كده، كل حاجه جاهزه. البرام قعد في الفرن ما كملش 10 دقايق وطلع بالجمال والروعه ده. قدمته مع الرز بالشعريه، مش عايزه اقولك مظبوط على الشاره، ولا محتاج لحمه ولا محتاج فراخ، وطعمه تحفه جدا. عايزه اقولك جربيه ومش هتندمي.